جماهير برشلونة بعد ما احتفلت بالفوز بالديربي قدام اسبانيول وقربوا من لقب الدوري صاروا يذكروا فريقهم بعد المباراة بمباراة أتلتيكو بإياب دوري الأبطال، والإياب راح يكون بالنظارة. بس شو خص النظارة؟ ترند النظارة اللي عملوه السيتي قبل هيك في مباراة العودة ضد ريال مدريد واللي كانت على الفاضي وما رجعوا بالأخير، وشكله جمهور برشلونة عارف إنه راح يرجع، عشان هيك اكتسح الترند على السوشيال ميديا وصرنا نشوف صور اللعيبة والمشاهير اللي بتحب برشلونة كلهم حاطين النظارة. بس اشمعنى النظارة ولشو بترمز؟ هذا الترند أصلا لكرة السلة لما صارت ريمونتادا التاريخية لفريق كليفلاند بقيادة ليبرون جيمس بنهائي ال NBA سنة 2016 اللي كانت أول مرة بتاريخ نهائيات ال NBA بيرجع فريق فيها من 3-1 ل4-3 وبفوز باللقب. ومثل ما بنعرف ريمونتادا أصلاً مو صعبة على برشلونة وعملوها كتير قبل هيك، وخصوصاً الموسم الماضي مع هانز فليك قدام بنفيكا وسيلتا فيغو اللي كانوا شبه مستحيل يعملوها، وقبل كم أسبوع عملوها قدام أتلتيكو بالكاس، بس كانت ريمونتادا إلا ربع. وإذا بنرجع لورا فهم عملوا أشهر ريمونتادا بالتاريخ اللي كانت على باريس وسجلوا 3 جوال ب7 دقائق. بس كمان ما فيني أنكر إنه برشلونة بلع ريمونتادات كتير. فهل بتشوفوا ترند النظارة رح يزبط مع برشلونة ولا حيطلعوا من الأبطال زي كل سنة؟